المغرب غيلعب ضد موريتانيا نهار الثلاث في مباراة ودية واللي غتكون في ملعب أكادير، واللي هذه المباراة غادي نشوف فيها بعض التغييرات في تشكيلة المنتخب المغربي. داكشي علاش في هذا الفيديو غادي نحاولوا نعرفوا التشكيلة المتوقعة اللي غيدخل بها وليد الركراكي والتغييرات اللي غيقدروا يكونوا، وكذلك غادي نهضروا على منتخب موريتانيا. وقبل ما نبداو خلي واحد الاشتراك في القناة. الأصدقاء باقيين 80 مشترك باش نوصلوا واحد خلي داك الاشتراك ونبداو بأننا نتعرفوا على منتخب موريتانيا. أولا خاص نشوفوا اشنو دار في كأس إفريقيا. المهم منتخب موريتانيا قدم كأس إفريقيا مزيانة، رغم أنه خسر ضد بوركينا فاسو ب1-0 إلا أنه قدم مباراة مزيانة، وكذلك خسر ضد أنغولا بنتيجة 2-3. رغم هذا الخسارة عاود قدم مباراة اللي كانت مزيانة. والمباراة الثالثة اللي كانت في دور المجموعات تلاقاو مع منتخب الجزائر وقدروا يتغلبوا عليهم بنتيجة 1-0، وهنا قدروا يتأهلوا للدور 16 وتلاقاو مع الرأس الأخضر واللي تغلبات عليهم، وهنا خرجوا من البطولة. ولكن كيبقى أنهم قدموا كأس إفريقيا رائعة. هادشي بالنسبه لكأس افريقيا. اما بالنسبه للمباراه الوديه الاخيره اللي تلاقاو فيها مع منتخب مالي فراه خسروا ب2-0. هادشي بالنسبه للمشوار ديالهم. اما بالنسبه لتصريح المدرب امير عبدو مدرب موريتانيا فراه قال على المباراه اللي غتكون ضد المغرب انهم هنا باش يكتسبوا التجربه، وقال كذلك بانه ما غيسمحش بفوز المغرب وانه خاصهم يتخذوا وضعيه قدام اللاعبين ديال المغرب ويقدموا اداء كبير في اللقاء. وزاد قال كذلك بان المباراه ضد المغرب غتكون صعيبه بزاف، وانه ما غاديش يقول ان النقاط المباراه غادي ياخذها لانه غادي يلعب في الملعب ديال المنتخب المغربي وامام الجماهير المغربيه. المهم هذا هو تصريح المدرب ديال منتخب موريتانيا على منتخب المغرب والمواجهه اللي غتكون ضد المغرب. يعني هنا غيبان لك ان منتخب موريتانيا غتكون ضد مباراه قويه. اما بالنسبه لتشكيله المنتخب المغربي اللي غيقدر يدخل بها وليد الركراكي، ونبداو بحراسات المرمى. ياسين بونو وراه باينه هو اللي غيكون اساسي. في قلب الدفاع الايسر نايف اكرد، وعبد الكبير عبقار في قلب الدفاع الايمن، لان هذا الاخير دار اللي عليه في مباراه انغولا. اما بالنسبه للاظهره اشرف حكيمي في الظهير الايمن ويحيى عطيه الله في الظهير الايسر، وراه من المحتمل يدخل يوسف الخديم كبديل. هادشي بالنسبه لخط الدفاع. اما بالنسبه لخط الوسط فراه من المحتمل يدخل بامير تشارديسون وسفيان امرابط وابراهيم دياز. وبالنسبه للاجنحه حكيم زياش في الجناح الايمن والياس بن صغير في الجناح الايسر، خاصه ان هذا الاخير قدم مباراه اللي كانت في المستوى. اما بالنسبه للتسعود فراه من المحتمل يدخل فيه سفيان رحيمي، وراه غيبقى يلعب كمهاجم وهمي، يعني غتكون عنده لا مركزيه. ودابا وليد الركراكي مطالب بالفوز امام موريتانيا، وخاص وليد يختم على مشكله عدم التناغم بين اللاعبين، وهذه المشكله مع قادم الايام غادي تحل، لان دابا غيتكون بين اللاعبين الانسجام خاصه اللعابه ديال الهجوم. المهم التشكيله اللي غيدخل بها وليد الركراكي من المحتمل يكون فيها تغييرات كما قال وليد الركراكي بعد الماتش ديال انغولا، حيث خاص يجرب العديد من اللعابه. والمهم ما تنساش تخلي لي الراي ديالك في هذه التشكيله. هادشي بالنسبه للمباراه اللي غتكون ضد موريتانيا. ما تنساش واحد الاشتراك في القناه وشي لايك وتهلاو.